السلام عليكم ورحمة الله. في إطار السلسلة اللي كنشرحوا فيها المواقع اللي كيتسجلوا فيها المغاربة في هذه الأيام هذه، فالتتمة ديال الفيديوهات إن شاء الله بإذن الله. ديجا قبل كنا دوينا على السجل الوطني للسكان ودوينا على تيسير. في اليوم غادي ندوي على كل شيء، والفيديوهات لي فيديو القدام اللي كنا شرحنا هذا الشيء بالتفصيل ما غاديش بيان سور نشرحوا هنا بالتفصيل. غادي فقط ندوزو عليهم مرور الكرام إن شاء الله بإذن الله. نبداو بأول موقع وهو ماسينيسيس. هاد الموقع هذا كاين واحد الناس كان عندهم الرصيد جاري مفعول الى غاية واحد 1 كان الرصيد باقي حي، يعني باقي خدام، ما ماتش الرصيد. هاد الناس هادو راه توصلوا برسالة كتقول لهم انهم يتيليشارجيو الشهادة ديال التضامن ديالهم ويكملوا الاجراءات ديال التسجيل اللي بغاو يحصلوا على الرمز السري في masnss.ma. مزيان. كاين بزاف د الاسئله هنا نقدروا نختصرهم لكم انا بزاف قبل ما تطرحوهم عليا. انا نجاوب على الاجوبه ديالهم. الناس اللي سال لهم قبل، الناس تاع الرميد تلخل الفيديو ونقول لكم اش خصكم ديروا. الناس اللي دخلوا لماسين اس اس وكيدخلوا لي زانفورماسيون كيقول لهم المعطيات اللي دخلتوا خاطئه. هاد الناس هادو غالبا كتكون لا كارت ناسيونال ديالهم اكسبيرات وعاودوا صوبوا كارت ناسيونال جديده اللي هما دات ديكسبيراسيون ديالهم عندهم 2032. كاع اللي عنده دات ديكسبيراسيون 2032 راه باقي متضامن ما حلوش هذا المشكل باش يعطيكم الرمز السري. هادو هما الحالات اللي عندنا في هاد ماسينيسيس بوان. ما تبقى راه كان عنده الرميد كيدخل، كيقدر يدخل ماسينيسيس، كيدخل لي زانفورماسيون اللي عنده وكيتيليشارجي السيرتيفيكا ديالو، وفي نفس الوقت كياخذ المود باس ديال لابليكاسيون ديالو، كي اكسيدي يشوف شكون هما الابناء اللي عنده والزوجه اللي معاه، ولا الا كان بوحدو راه كيشوف راسو بوحدو. ندوزو السيت الثاني. بتقول لي كاين واحد كيف تلاحظوا هنا حاط لكم الرابط 1 و 2، يعني رقم واحد ورقم جوج. هذا رقم جوج ما نقدروش نهضروا عليه دابا حتى ندوزو من السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. بعجاله غادي نهضروا على السجل الوطني للسكان. السجل الوطني للسكان اي واحد عنده كارت ناسيونال خصو يتسجل في السجل الوطني للسكان اللي هو بحال الاحصاء. كتسجل باغ انترنت لي زانفورماسيون كتجيبهم من لاكارت ناسيونال، وكدير السكن فين ساكن انت دابا. ماشي لاكارت ناسيونال عندك في الرباط وانت مثلا ساكن في مراكش غادي دير لادريس تاع الرباط. لا، انت فين ساكن دابا غتكتب لادريس فين ساكن دابا باش توجه لاقرب مقاطعه للسكن ديالك. من بعد ما تيري ديك الورقه وتمشي ديها معاك مع فوتوكوبي لاكارت ناسيونال. بعض الناس عندكم دابا لي ريزومي على حسب الناس اللي كيعطوني لي زانفورماسيون اللي مشاو قداو بها. الناس اللي ما كانش عندهم لا كارت ناسيونال هي نفس السكن، راه الله اعلم احتاجوا. انا ما مأكدش واش كلشي غيكون كاع المقاطعات يخدموا هكا ولا لا، ولكن واحد المقاطعه راه احتاج تطلبوا لهم شهاده السكنه بغرض التسجيل في السجل الوطني للسكان. ماشي ديك شهاده السكنه ديال لاكارت، لا، شهاده السكنه خفيفه ظريفه كتثبت ان راه السي ساكن. كتجيب ورقه الموضوع التصويره والمسائل وكتديها للمقدم وكيعطيها لك، وتتمشي المقاطعه اللي تابع لها انت وكتقيد، كتعطيهم لي زانفورماسيون اللي هما سيرتيفيكا هذا الانسكريبسيون اون لين اللي تسجلتي، اللي هو التسجيل عبر الانترنت اللي تسجلتي فيه داك الفيشي، داك الوثيقه اللي خرجتي من السيبر ولا تيليشارجيتها مشيتي خرجتيها لراسك، زائد فوتوكوبي تاع لاكارت ناسيونال، زائد في حاله ما كنتي ساكن في السكن غدير لهم ديك شهاده السكنه في صوبها لك المقدم، غتعطيها لهم. كاين المقاطعات اللي كياخذوا رونديفو، ملي كيقول لك سير رجع النهار الفلان فلاني باش نجي تاخذوا لك البصمات. كاين اللي كتقضي غرض ديك الساعه ما عندهمش الضغط. ما عليناش، انا عطيتكم الخلاصه ديال كل شيء تقريبا اشنو واقع دابا في المغرب كامل. الناس في الاخر ديال هادشي هذا غادي تدخل وغادي تجلس وغادي ياخذوا لك بصمه العين اليمنى، القزحيه العين اليمنى واليسرى، والصوره ديال الوجه، ومن بعد غيعطوك ضروري غيعطوك واحد ايداع الوصل، يعني الروسي ديال انك تسجلتي. غتمشي في حالات واحد سيغتان طو اغلبيه ديال الناس 24 ساعه توصلوا ب اس ام اس فيه المعرف المدني، الرقم المدني الاجتماعي. اذا هذا السجل الوطني للسكان فقط هو للحصول كيف ما قلنا في فيديو قبل على المعرف الرقم المدني والاجتماعي. حتى لهنا سالينا هذه البارتي الثانيه، وراه التفصيل ديالها راه كاين في هذا الفيديو، في هذا الشيء اللي بحال قلت لكم وراه قلت لكم ديجا في فيديو قبل. دابا غادي نمروا السجل الاجتماعي الموحد. السجل الاجتماعي الموحد هو الاستفادة من الدعم الاجتماعي لتحديد أهلية وأحقية الأسر، وتوافق المعايير الاجتماعية والاقتصادية على حسب المعايير الاجتماعية والاقتصادية ديال ديك الأسرة. كيفاش؟ دابا حنا
اللي غادي نسجلو في السجل الوطني للسكان، ولا عندنا المعرف الرقمي المدني او المعرف المدني. غادي ندخلوا لواحد السيت سميتو rsu.ma. غادي نكريو فيه كونت، كتدخل داك المعرف الرقمي المدني وكتوصل باس ام اس في النمره اللي دليتي بها في السجل الوطني للسكان فاش كنتي كتعمر فيه. كتحط الرقم اللي وصلك من 96 96 كطابيه تما وكتدخل كتكمل الاجراءات ديال انشاء الحساب. من بعد ما كدير انشاء الحساب كتبقى تديكلاري بالاسره ديالك. يعني نتايا ساكن في واحد لابارتمون، مثلا كنعطيو في افتراض ساكن في ابارتمون ولا دار، كديكلاري انت هو الاب او الوالي على دوك الناس كاملين. كديكلاري انك انت هو الوالي، وكاين معرف رقم، حيت كلشي خصو يولي عنده معرف رقم مدني. يعني كديكلاري دوك الناس كاملين معاك في ديك الدار، وانت اللي كيتقوم بهم، وكديكلاري شحال من بوطه كتستهلك، صغيره كبيره، الماء والضوء، واش عندك طوموبيل، واش عندك الموتور، واش بزاف الاسئله غادي تعرفوا عليها فاش تكونوا كتسجلوا هنايا. من خلال دوك المعطيات كاملين الناس اللي مختصه اللي صابوا هادشي هذا كيعرفوا شنو هو المؤشر الاقتصادي ديال الاسره ديالك. ومن خلال داك المؤشر الاقتصادي ديال الاسره ديالك غيعرفوا شحال الدعم خصو يعطيك، واش تستاهل ولا لا، وشحال النسبه اللي خصك تستاهل. حتى هنا باين. هذا بالنسبه للدعم ديال المقاصه اللي كاين حاليا، اللي هو كاين على البوطه وكاين على السكر وعلى الدقيق. كيف تعرفوا كاين الدعم ديال المقاصه راه كاين على هاد المواد هادو. من هنا لقدام ما باقيش غيبقى هاد الدعم هذا، كيف ما خرجت الحكومه بتصريح انها راه الدعم غتولي تعطيه المستفيد مباشره، السيد ولا السيده المواطن المغاربه اللي ما فحالهمش وفحال هشا ولا ما فحالهمش، راهم غيشدوا الدعم مباشره، بلاص انه ما يكون الدعم على كل شيء وتعمم الدعم على كل شيء. اللهم كل واحد يشد الدعم بوحدو، باش الناس اللي ما تستحقش الدعم تمشي تشري البوطه بداك القيمه ديالها. حتى لهنا مفاهمين، حتى لهنا سالينا السجل الاجتماعي الموحد. دابا غادي ندوزو بلوتو غادي نرجعو لفين؟ غادي نرجعو لاول حاجه اللي هو داك الرابط الثاني، متضامن. هاد متضامن الناس اللي قلت لكم غنجاوبكم في الاخر، اللي ما كانش عندهم الرامد ولا اللي وفى لهم قبل وما توصلوا باس ام اس لهم يحزنون. مال هاد الناس هادو خصهم يتسجلوا في السجل الوطني للسكان، ويسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد باش يعرفوا المؤشر الاقتصادي ديال الاسره ديالهم شحال. من بعد هاد الاجراءات هادو يقدروا يدفعوا متضامن الطلب. كتدفع طلب، كتديروا باغ انترنت وكتديه، كتيليشارجيه بحال السجل الوطني للسكان، كتيليشارجيه وكتديه المقاطعه وكتدفع لهم طلب، وهما تيجاوبوك ديك الساعه واش تستحق نيت ان الدوله تخلص عليك متضامن سنسات ولا لا، واش تستحقها بالفعل او لا، من خلال المؤشر ديال الاسره ديالكم كاملين. فاش نقول مؤشر ديال الاسره هي عباره على مجموعه الناس او لا بوحدك. غتقول لي انا ما عندي لا اب لا ام لا ابن لا حتى شي حاجه، انا زوفري، انا بوحدي اي تا نتايا تعتبر اسره. غادي تقول كاع لي زيتاب اللي دازو لنا الناس كاملين مجموعين غديرهم انت بوحدك، وغادي تمشي متضامن تسجل فيه وغادي تدفع الطلب ديالك. في هذه الحاله هذه راه غادي ديك الساعه يشوفوا المؤشر الاقتصادي ديال الاسره اللي هو نتايا مثلا ولا الاسره مجموعه، وغادي يعرفوا واش انك تستحق انهم يخلصوا عليك ولا تمشي تخلص على راسك. نقطة مهمة غنطرق لها هما الناس اللي توصلوا كان عندهم الرميد. كاين واحد الفئة، هاد الفئة هادي غنقول لكم اش خصكم ديروا. كان عندكم الرميد وتوصلتوا بميساج كيقول لكم راكم تسجلتوا في متضامن، وتوصل لكم عند ميساج يقول لكم سيروا خلصوا، راه خصكم تمشيو تخلصوا داكشي اللي كتسالكم لا سينيسيس. هاد الحاله مالهم؟ هاد الناس اش وقع لهم؟ هاد الناس هادو تصنفوا في واحد الفئه اللي هما موظفين غير اجراء. موظفين غير اجراء صافي دير انت موظف ولكن ما عندكش واحد الصالير كيدوزي كل شهر، وانما انت داك الصالير انت هو اللي كتجيبو لراسك. يعني انت حرفي، انت يا كنت مسجل في الغرفه الصناعه كنت مسجل فيها. الا ما بقيتيش مستافد من انك حرفي كيخصك تمشي تشطب على راسك شريطه انك ما تخلصش متضامن. خصك تمشي تشطب على راسك باش تكمل المسطره القانونيه ديالك. تمشي تشطب على راسك الا كنتي ما مستافدش من الصناعه من بطاقه حرفي، خصك تمشي تشطب على راسك. عاد ممكن انك تستافد من متضامن بالمجان. غير هذا ما يمكنش، انت راك حرفي، انت راك مصنف بالتي ان اس كما عطاو لابريفياسيون ديالها اللي هو موظف غير اجير. غير اجير يعني ماشي موظف اجير وانما موظف غير اجير.
هذا اللي كاين في هذا الشرح هذا، وندوزو للموقع الاخير. بقى لنا الموقع الاخير وهو تيسير. بالنسبه لتيسير هما الناس اللي غيستافدوا من الدعم بالنسبه للاطفال المتمدرسين في القطاع العام من التحضيري حتى للتاسع. الناس اللي عندهم وليداتهم كيقراو من التحضيري حتى للتاسع وكان عندهم الرميد غيستافدوا من دعم تيسير كيف ما كانوا قبل كيستافدوا منه. هما كيمشيو عند الحارس العام كيعطيهم واحد الورقه كيقول لهم سيروا تشدوا الدعم من البلاصه الفلانيه. ما بقاتش هذه القضيه، غتمشي تقيد تقيد في السيبر ولا تقيد انت راسك وغادي تحصل تحل فتح كونت في موقع تيسير، تبقى تدفع الطلب ديالك بمسار ديال الابن ديالك وكتكمل الاجراءات كاملين في الموقع. تعطيهم لاكارت ناسيونال الراميد، الا عندك كونت بونكير كتعطيهم لو غيب وكتكتبوه وكتولي كتوصل ان شاء الله باذن الله من بعد ما يتخيطوا الطلب ديالك مباشره بالدعم ديال الابن او البنت او الاولاد ديالك. الله يجازيكم بخير. حتى هنا سالينا كل شيء بنوضح واحد المعلومه مهمه، والله التي لا اله الا هو، الا حشومه على الناس اللي كيستغلوا هاد الفقراء اللي غيتسجلوا في هاد المواقع كاملين، خصوصا تنهضر على اصحاب السيبيرات ولا الناس اللي كيقيدوا عباد الله بواحد الاثمنه خياليه. راه في شي قناه راه وصلوا ب 60 درهم 70 درهم 40 درهم باش يسجل الفرد في موقع واحد. راه حشومه عليكم. تنهضر مع الناس اللي كيسجلوا هاد الناس بهاد الاثمنه هادو، والناس كنعرفهم كدوا لي هاد المعلومات هادو انه بصح هادشي بصح ماشي كذوب، انه التسجيل وصل هاد الثمن. ياك لاباس اخويا؟ اش بديت راه داك اللي جاي عندك مسكين ما لاقي حتى 10 ليله جا باش يتسجل في هذا الشيء باش على قبل الدعم وعلى قبل باش يكمل المسائل ديالو على قبل التغطيه الصحيه ديالو فابور. وانت بغيتي بركه واحد ما انت نقولش فابور بيان سور انت راه عندك كرا عندك انت وليداتك عندك اسره، ولكن بثمن معقول. 10 دراهم الا كثرتي 20 درهم الا كثرتي حتى 20 درهم راه كثيره كثيره. حيت الناس تبارك الله كثر. انت ما عرفتيش انك غادي تضرب 60 درهم باغ بيرسون. ما عرفتيش انه يقدر يجيك واحد المرضى تحط فيه الملايين غتحط فيه وما يكفيوكش. الانسان يراجع هادشي، الانسان يراجع ما بالو. كنتمنى من الله عز وجل انه الناس تقضي الغرض مع عباد الله، والناس اللي فاهمه والناس اللي تعرف تدخل للتليفون كتعرف تطلع وتهبط فيسبوك انستغرام يوتيوب. نتوما هادشي عارفين تقلبوا فيه، ما عرفتوش انكم تدخلوا تقيدوا ريوسكم. راه ساهل، ما غتغلط ما والو. كلشي ساهل كلشي بسيط كلشي كاين في الانترنت. قلب في يوتيوب كيفاش غادي دير تبع المراحل. شي التليفون هنا والتليفون هنا تقيدهم التليفون، ما تحتاج تحط لا 70 درهم لا 90 درهم. تقيدهم التليفون ديالك. الناس اللي ما كتعرفش التليفون ولا ما عندهاش التليفون ماشي مشكل تمشات. هنايا كيبقى المسؤوليه على اصحاب السيبيرات. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. تعاونوا مع المسكين، تعاونوا مع الفقير. راه ما فيها باس 10 دراهم. الارمله والمطلقه راه ما راه باين الطريقه ديالهم والمدخول ديالهم. الله يجزيكم بخير، تعاونوا معاهم. ديروا واحد الثمن ديال الارمله والمطلقه بوحدهم، والايتام تما بوحدهم، والناس العامه دير لهم ثمن بوحدهم. الله يجزيكم بخير. حنوا في الفقير. والسلام عليكم ورحمه الله.